الآن أصبحت الأمور بالفعل إما كل شيء أو لا شيء، ورغم البطولة الرائعة التي قدمتموها أتخيل أنك فخور جدا بفريقك. يقال إن أحدا لا يتذكر صاحب المركز الثاني، وأن مباراة الأحد هي الفرصة الحاسمة لبلوغ المجد. كما يقال إن الوصيف قد ينسى مع مرور الوقت. إنها المباراة الأهم، المباراة التي لا مجال فيها للخطأ. مساء الخير يا ألفريدو. أعتقد أن مجرد الوصول إلى نهائي كأس العالم هو في حد ذاته امتياز وشرف كبير، وقد قلت لكم في اليوم الآخر إنني لست من محبي العبارات الجاهزة. بالنسبة لي الأهم هو أن تكون في موقع يسمح لك بالمنافسة على اللقب، ولو خيرت فسأوقع على الوصول إلى نهائي كأس العالم كل عام حتى لو خسرته. نعم، أفضل أن أصل إلى النهائي في كل مرة، لأن مجرد بلوغ النهائي له قيمة عظيمة. والأجمل من ذلك أننا نملك فرصة حقيقية للقتال من أجل الفوز، ولم يقل أحد عكس ذلك. لذلك سنستمتع بهذه اللحظة معتمدين على أسلحتنا وإمكاناتنا، مع محاولة الحد من قوة منافسنا، لأنه منتخب عظيم يملك مسيرة استثنائية خلال السنوات 8 أو 10 الأخيرة. سنخوض هذه المباراة بعقلية الاستمتاع باللحظة ومعرفة إمكاناتنا الحقيقية حتى تكون لدينا فرصة المنافسة والفوز. مرحبا لويس، أنطونيو من إذاعة إسبانيا الوطنية. بالتوفيق غدا، وتهانينا على كل ما حققتموه. كيف تتصور هذه المباراة النهائية؟ ما هو شعورك تجاه ما ستكون عليه؟ يتحدث الكثيرون عن احتمال أن تحاول الأرجنتين جركم إلى أسلوبها المعروف بالدهاء والمكر الكروي في بعض الفترات، كما أن الحكم ستكون عليه مسؤولية كبيرة. كيف استقبلتم خبر تعيين حكم أوروبي للمباراة؟ أعتقد أن مباراة الغد ستكون عرضا كرويا رائعا. نحن أمام منتخبين كبيرين للغاية، بل فريقين استثنائيين بكل معنى الكلمة. أرى أن هناك تشابها كبيرا بين المنتخبين من حيث أسلوب اللعب وجودة اللاعبين والموهبة التي يمتلكها كل طرف، وبطبيعة الحال سيحاول كل منتخب أن يقود المباراة إلى السيناريو الذي يناسبه. لكنني أعتقد أن الفكرة الأساسية لدى كل من الأرجنتين وإسبانيا هي تقديم مباراة يكون فيها التألق والموهبة، وكرة القدم الجميلة هي العنصر الأبرز وليس أي أمور أخرى. أما الحكام فأولا علينا نحن أن نساعدهم بتقديم مباراة نظيفة، ثم عليهم هم أيضا أن يساهموا في إنجاح العرض الكروي، وأن يهتموا بكل التفاصيل حتى تخرج المباراة بالمستوى الذي يليق بنهائي كأس العالم. مرحبا لويس، ميغيل أنخيل توريبيو من إذاعة ماركا. هذه المرة تبدو مختلفة قليلا، لأن النهائي سيقام بعد يومين، بخلاف ما حدث في نهائيات الفئات السنية أو الألعاب الأولمبية أو بطولة أوروبا. كيف تشعر؟ هل أنت أكثر توترا بسبب حجم الحدث وأهمية نهائي كأس العالم؟ وهل هناك أي شيء يثير قلقك، مثل اللعب في درجات حرارة مرتفعة أو أرضية الملعب الجافة أو حتى الحديث عن التلوث؟ هل هناك ما يقلقك فعلا، أم أن الفريق في قمة تركيزه ولا شيء يخرجه عن مساره كما شاهدناه حتى الآن؟ نعم، أنا متوتر جدا، لأننا سنعود بالمروحية. ضاحكا، لقد جئنا بالمروحية والآن علينا العودة بها، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجعلني متوترا حقا. أما بقية الأمور فلا تقلقني إطلاقا. أنا هادئ جدا، وأعتبر نفسي محظوظا لوجودي في هذا الموقف. ما نريده كما أكرر دائما هو الاستمتاع بهذه اللحظة التاريخية، ومن خلال هذا الهدوء وتركيزنا الكامل سنوجه كل اهتمامنا إلى المنافسة وإلى هذه المباراة الصعبة جدا. نريد أن يكون كل شيء تحت السيطرة، وأن نستغل كل فرصة ممكنة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا هو هدفنا بكل تأكيد. مرحبا لويس، إيفان مارتن من صحيفة أوكي دياريو. أود أن أسألك عن حالة لامين يامال، وهل تعتقد أنه أكثر لاعب يشبه ليونيل ميسي في تاريخ المنتخب الإسباني؟ لامين بخير، جميع اللاعبين تدربوا اليوم بصورة جيدة، وغدا ستكون لدينا الحصة التدريبية الأخيرة. هذه الساعات هي الأكثر حساسية، لأننا نأمل أن لا يتعرض أي لاعب لأي طارئ، إذ لن يكون هناك وقت كاف للتعافي إذا حدث أمر غير متوقع. نسأل الله ألا يحدث ذلك، لكن الجميع في حالة جيدة. أما بالنسبة للمقارنة فأنا أرى أن لامين يجب أن يكون لامين فقط. ليونيل ميسي لاعب لا يتكرر، ويمتلك موهبة استثنائية بكل المقاييس، والأهم من ذلك أنه يمثل قدوة رائعة للرياضيين الشباب. سلوكه وتصرفاته وما يقدمه في هذا العمر خلال هذا المونديال الاستثنائي يجعل منه مثالا يحتذى به، وأكرر ذلك مرة بعد أخرى.
لكن لامين يجب أن يواصل كونه لامين يامال، وأفضل طريقة لمساعدته هي دعمه ومساندته حتى يستمر في التطور بالطريقة. كسبنا أيضا النهائيات مع منتخبات الفئات السنية. هل يمكن أن تكشف لنا سر هذا النجاح؟ الأمر بسيط جدا يا فيران، العمل ثم العمل ثم العمل، ومع ذلك حتى مع العمل الجاد لا تسير الأمور دائما كما ترغب. لذلك أنصحكم، وبما أن معظمكم أصغر مني سنا فالخبرة تستحق أن تسمع وأن تحترم، بأنه عندما لا تسير الأمور كما تتمنى واصل العمل ولا تستسلم أبدا ولا تخفض ذراعيك، بل واصل المحاولة بإصرار. ومن المهم أيضا أن تحيط نفسك برفاق جيدين في هذه الرحلة، وفي حالتي أنا محاط بلاعبي كرة قدم رائعين وجهاز فني متميز وفريق عمل متكامل، فوجود فريق حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى يساعدك على المنافسة من أجل تحقيق أشياء كبيرة في كل بطولة. لكن الأهم من كل شيء هو أن يشعر الإنسان بأنه محاط بالأشخاص المناسبين. مرحبا لويس، أود أن أسألك عن التغيير الذي طرأ على بروتوكول المباراة، ففترة الاستراحة بين الشوطين لن تكون 15 دقيقة كما اعتدنا، بل ستقترب من نصف ساعة. بصفتك رجل كرة قدم، هل ترى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يبالغ في إدخال عناصر قد تصرف الانتباه عن جوهر النهائي كأس العالم؟ وإلى أي مدى يؤثر ذلك في خططك كمدرب؟ انظر يا خافيير، قبل أن نبدأ هذه الرحلة في أواخر شهر مايو عقدنا اجتماعا مع اللاعبين وشرحت لهم كيف ستسير هذه النسخة الخاصة من كأس العالم وما يميزها من ظروف استثنائية. تحدثنا عن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية وفروق التوقيت وضيق فترات الاستشفاء والرحلات الطويلة وغير ذلك من التحديات. وفي نهاية الاجتماع قلت لهم: أيها السادة، هذا هو الواقع وهذه هي الظروف التي سنواجهها. ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لم أسمع أي شكوى أو تذمر أو حتى رأيت ملامح استياء على وجه أحد، بل على العكس تماما، الجميع يشعر بالفخر لوجوده هنا. وأعتقد أيضا أن ما يبدو لنا اليوم غريبا مثل فترات التوقف لشرب المياه أو تمديد الاستراحة بين الشوطين من 15 إلى 30 دقيقة قد يصبح بعد سنوات قليلة أمرا طبيعيا ومعتادا في كرة القدم. ربما يتجه مستقبل اللعبة إلى ذلك ولا أحد يعلم، لذلك علينا أن نتكيف، والتكيف يعني أن تتقبل ما لا تستطيع تغييره، وما دام لا يمكنك تغييره فمن الأفضل أن تستمتع به. مرحبا أيها المدرب، لولا ماندي من شبكة فوكس. أضم صوتي إلى زملائي في تهنئتك على بلوغ النهائي. طوال هذه الفترة الطويلة التي رافقناكم فيها خلال المؤتمرات الصحفية كنت تتحدث دائما عن أهمية السيطرة على القلق، خصوصا لدى اللاعبين الشباب. لكن هذه المرة نحن أمام نهائي كأس العالم وضد منتخب يملك خبرة كبيرة ونجح في العودة في مباراتين بطريقة بطولية. كيف ستتعاملون مع هذا الجانب النفسي وكيف عملتم عليه خلال الأيام الماضية؟ ببساطة سنكون كما نحن. صحيح أن منافسنا مر خلال البطولة بمواقف صعبة وتمكن من قلب النتائج والعودة في أكثر من مباراة، لكننا نحن أيضا عبر تاريخنا عشنا مواقف مشابهة. ولهذا السبب عندما أتحدث عن التشابه في شخصية المنتخبين فأنا أعني ذلك بالفعل. أرى أن بيننا نقاطا مشتركة كثيرة ولا أريد